مرحبا بكم مشاهدينا من قناة الحدث. نبدأ بالأخبار. قام مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك بزيارة محافظة البيضاء في اليمن لحل الخلاف مع أبو نايف العرجمي الذي تعرض لبلاغ أثر على أرباحه. استقبل العرجمي زوكربيرغ بحفاوة وقام بضيافته في أجواء ودية. خلال اللقاء تناولوا القات وهو تقليد شعبي في اليمن. تم الحديث عن أهمية التعاون بين فيسبوك والمستخدمين في البلاد. لم تصدر تعليقات رسمية بعد، لكن الأجواء كانت إيجابية، مما يشير إلى فرص لتحسين العلاقات بين الطرفين. Dear Facebook users, I would like to share an important update regarding our brother Abu Naif al-Arjami. After carefully reviewing the complaint filed by Fahd bin Jamoum. أحبائي مستخدمي فيسبوك، أود أن أشارككم تحديثاً مهماً يتعلق بالأخ أبو نايف العرجمي. بعد مراجعة دقيقة للبلاغ الذي قدمه فهد بن جعموم ضد أبو نايف العرجمي، قررت بشكل رسمي فك قيود الأرباح المفروضة على أبو نايف العرجمي. إنني أؤمن بقوة بأن أبو نايف العرجمي يستحق الفرصة لاستعادة حقوقه واستكمال عمله دون أي عوائق. لذلك لقد كلفت موظفين بالتواصل مع أبو نايف العرجمي والتأكد من تقديم التعويض المناسب له عن أي إزعاج تعرض له بسبب هذه القيود. إن دعمنا لأبو نايف العرجمي يأتي من حرصنا على خلق بيئة عادلة وداعمة لجميع مستخدمينا. نحن نقدر الجهود التي يبذلها أبو نايف العرجمي في استخدام المنصة، وسنستمر في تقديم الدعم له. شكراً لتفهمكم ودعمكم المستمر. نأمل أن يستمر أبو نايف العرجمي في تحقيق النجاح والتميز على منصتنا. مع خالص التقدير، ملك فيسبوك مارك زوكربيرغ.